الله، حفاظا على الجناب الكريم. هكذا. إذن هذا هو الدرس أيها الإخوة. متى تصبحون عبرة؟ متى نصبح لا قدر الله عبرة؟ ونحن عبرة الآن طبعا بلا شك. متى نصبح مثلات إذا لم نلتقط الفكرة؟ لم أكمل درس لابوسيه. لابوسيه كتب أيها الإخوة مجموعة شعرية كبيرة، وجاء صديقه الفيلسوف مونتنييه ونشر هذه الأعمال الشعرية، لكنه لم يجرؤ أن ينشر مقالة من 30 صفحة فقط، مقالة العبودية المختارة، مبررا أيها الإخوة، مبررا لهذا التكتم العلمي بأن المقالة حيكت حياكة لطيفة، وفي رأيي وقد قرأته غير مرة ليست لطيفة، خشنة جدا، حياكة خشنة لا تناسب اللطف الذي ينبغي أن تخاطب به الجماهير قبل الحكام. صدقوني أحيانا الجماهير ثورتها واستحماقها أسوأ من ثورة الحكام على المستعبدين. لا تريد أحيانا الجماهير تلعن وترجم من يريد لها الحرية والخير. لماذا؟ لأنه يهدد أمنها الزائف، هي مكتفية وراضية بهذا الأمن، تعيش حياة الصراصير وخشاش الأرض، يكفي هذا يكفي. لا إله إلا الله. لذلك ترجم هؤلاء المصلحين معروف، وكل نبي في أمته ملعون، صحيح؟ وكل نبي في أمته مجنون، فلن يكون المصلح خيرا حالا من النبي. كل مصلح مجنون وكل مصلح ملعون، ولا بد أن يشرح أيها الإخوة، ولا بد أن يشمت فيه. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأمم هكذا، مرفوض. لذلك لا بد من بيئة أخرى، لا بد من اشتراطات أخرى حتى ينجح حال النبي إن قدر له النجاح أيها الإخوة. العكس هو دائما ناجح. حتى ينجح القوم بهذا النبي أن يوفروا شرط الكتلة الحرجة للتغيير، شرط الكتلة الحرجة للتغيير. المهم نشرت المقالة بعد 270 سنة، 1135، وردته في 1562 تقريبا، بعد 270 سنة. لماذا؟ لأنها حيكت أيها الإخوة بطريقة لطيفة ألطف من أن يتقبلها الجو الخشن الذي حيكت فيه. وهكذا انتبهوا، الفكرة المنقذة تأخر التقاطها 270 سنة من أجل أن الناس لا يستطيعون استقبال هذه الفكرة. فيشوف الدرس هذا هو الدرس بالضبط. أنا متأكد الآن مئات الأفكار تأكل عقولنا، تأكل عقول المسلمين، تأكل عقول الشباب والشواب الكبار والصغار، تأكل هذه الأمة دون أن يتنبهوا إلى أنها أفكار منسوخة، وأن العالم الذي يدخلونه بهذه الأفكار عالم منسوخ، وأن هناك أفكار كثيرة جدا يمكن أن تدخلنا التاريخ أيها الإخوة كذوات فاعلة لا كموضوعات مدروسة مفعولة. لكن هذه الأفكار من يرسلها أولا ومن يستقبلها ثانيا. لا أستطيع أيها الإخوة أن أجاري ابن خلدون المشرح الاجتماعي والفيلسوف التاريخي الكبير لأقول إن الأمة في لحظات معينة تكون أعجز من أن توفر إمكانات النهوض. مستحيل، لا أقبل هذا، مستحيل. وأنا أسميه الخيارات البتراء. هذه طريقة التفكير بخيارات بتراء مبتورة تصح على مستوى الأفراد والجماعات الصغيرة، لكن لا تصح بتة على مستوى أمة. لكي أشرح ما أقول، ابن خلدون يقول لو خيرنا بين لص حاذق وبين تقي أخرق ماذا نختار؟ من نختار؟ أيهما؟ لص هو لص، حرامي كبير، سواء كان حاكما أو موظفا في إدارة أو حتى فراشا في مسجد، هو لص لكنه حاذق، هو صناع متقن يستطيع أن يحسن عمله تماما، لكنه لص حرامي. وبين تقي ورع، رجل تقي ورع زاهد يحكي الملائكة في طهره وبراءته، لكنه أخلاق لا يحسن عمله، أينما توجهه لا يأتي بخير، وهو كل على من حوله، هو كل على من حوله. ابن خلدون لم يتردد رحمة الله عليه، وهذه إحدى المطبات، مطب أو أحد المطبات التي وقع فيها ابن خلدون، وله مطبات كل إنسان وليس مبرئا، ليس معصوما. قال ابن خلدون سنختار، إن على الأمة أن تختار الأول وتبقى عيونها مفتحة على رصوصيته. غير صحيح، هذا منطق انتحاري. لماذا؟ كما قلت لكم هذه يصح على مستوى أفراد، على مستوى جماعة، على مستوى أمة لا يمكن أن تحصر الأمة بين خيارات بتراء. إن الأمة مدعوة والمفروض فيها، وهذا هو المعقول المفهوم وغيره لا معقول ولا مقبول، أن توفر من الماكينات والكوادر والطاقات ما يرعى أماناتها وما يحوط مبادئها وما ينهض بمثلها. هذا المفروض في كل أمة. لذلك أنا أرى أن من المستحيل أن أمتنا أو أمة سواها عاجزة الآن أو في زمان مضى أو زمان سيأتي أيها الإخوة، عاجزة عن ماذا؟ عن أن تولد الأفكار الصحيحة وأن تلتقط الأفكار الصحيحة.
التي نخرج بها من عالم منسوخ لعالم محظور، لعالم مشهود وشاهد ومشهود، لنكون نحن من الشاهدين أيضا في عالم مشهود جديد. مستحيل هذا موجود في الأمة. لكن أين العيب أيها الأخوة؟ العيب في أن الأمة غير مهيئة أن تستقبل، أن تتلقى. البث موجود، البرنامج واحد أيها الأخوة، والصورة واحدة، والذبذبات الترددات واحدة. واحد ليس عنده ريسيفر، يعني مستقبل ديجيتال، عنده أنالوج ما يستطيع أن يستقبل. الأنالوج نسخه الزمان، التكنولوجيا الآن نسخته، ما في أنالوج الآن تقريبا، منسوخ. سيستقبل استقبالا رديئا جدا جدا لبعض الأشياء التي تنتمي إلى عالم منسوخ تقنيا. لكن واحد عنده ريسيفر ديجيتال أحسن موديل وممتاز، بقدر حسن هذا الموديل وتطوره سيلتقط صورة بهجة للناظرين، صوتا مزدوجا ستيريو من أحسن ما يكون أيها الأخوة. هكذا العلة في القابل لا في الفاعل. العلة في والله تبارك وتعالى لا يخلي أمة من هؤلاء العظام، من أصحاب البطولات في النظر والفكر والرأي، موجودون وميسرون، ليسوا حتى على قلة وشح، موجودون بالعدد الكافي قطعا. مشكلة الأمة أنها غير قادرة على أن تتعاطى معهم، على أن تلتقط ما يرسلونه لتبدأ به دورة جديدة في حياتها. لا، هي لا تزال تعمل على مكانتها، فلتعمل حتى تتعلم الدرس. هذا هو الدرس الأول من نهضة أبي عبد الله عليه السلام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.